المستوى اللي قدمه التضامن في مرحلة الذهاب جيد، لكن ما زال هناك شوط ثاني من هذه البطولة. بلا شك يعني، لذلك يعني عندما تقيم يعني مهرجان وتكريم اللاعبين بمنتصف الموسم، اعتقد كان من خطا اداري، كان مفترض يعني شحذ همم اللاعبين وطلب المزيد منهم، وان يكون الاحتفال بلا شك يعني هم يستحقوا ذلك، ولكن ما رايك اخي مراد، ما رايك يعني بفكره انه بندر باصريح يعني يتعامل مع الموضوع بفوقيه، وانه يدرب الفريق من خلال تواجده في السعوديه فقط، هو يدرب عندما يحضر الفريق يعني. هو كان مفترض يعني ان يحضر الى المثلث، خصوصا ان المدرب من الاصول الحكوميه، واعتقد ان تواجده ممكن ولا يوجد اي مخاوف امنيه ممكن تؤثر على تواجده هنا، ولكن هي خيارات المدربين، وكان مستوى الاداره يعني تتفق مع المدرب على هذا الشكل من التدريب، ان يدرب الفريق بما انه يعني مدرب سعودي وقريب من الحضارم، ان يحضر الى المعسكر، لانه المحترفين كذلك المساعدين من تونس جميعهم كانوا في معسكر المكلا، وكانت الاجواء شبه يعني او دعنا نقول يعني امنه وليس هناك اي مشاكل. لذلك بلا شك يعني هذه احد الاسباب، ولا يمكن يعني للمدرب ان يدرب فريق لمباراه وبطوله مهمه وهو بعيد عن التشكيل وعن